السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايب قلبي النهاردة في فيديو جديد. هنتعلم مع بعض إزاي نعمل السليبر الجميل ده. تابعي معايا الفيديو وبإذن الله هيكون سهل عليكي جدا. أنا هنا عندي سليبر هو يعني للبيت، بس أنا حابة أغير شكله، فجبت السليبر ده وهشتغل بخيط محلول قطن. يفضل خيط محلول قطن عشان بيتفك، يديني الشراشيب، يعني يديني نتيجة أحلى عن أي خيط تاني. تمام. هبتدي اقص من الخيط ده يعني فتله كده حوالي 35 سنتي. تمام. وهقص برضو 17 فتله، الفتله حوالي 18 سنتي. تمام. ديت يعني هعمل قطعتين من دي، هنشوف مع بعض هنعملها ازاي. تمام. يبقى انا دلوقتي عندي دي طولها 35 سنتي فتله واحده، وعندي 17 فتله طول الفتله 18 سنتي. هاجي بعد كده هجيب اول فتله كده معايا، هتنيها اتنين من اللي هما ال17. انا هشتغل دلوقتي على ال17 دول، هربطهم على الفتله الطويله دي. ماشي. هاجي هتنيها اتنين كده مقاس بعض، وهعديها من تحت الفتله كده، وهجيب الطرفين دول اهو واعديهم من الحلقه اللي اتكونت عندي دي اهي، وهشدهم مع بعض كده. اهي اصبحت عندي ايه، مربوطه ومعقوده كويس اهي بالشكل ده. تاني اهو هجيب الفتله القصيره، هتنيها اتنين قد بعض، هعديها من تحت الفتله الطويله، واعدي الفتلتين دول من الحلقه دي اهو بالشكل ده، وازقها جنب التانية اللي عملتها، واشد جامد عشان تبقى جامده معايا اهي، هتبقى معايا بالشكل ده. هبتدي اربط بقيه ال17 فتله اللي معايا بالشكل ده. وبعد ما ربطت الخيوط بتاعتي يا بنات بقت عندي بالشكل ده، هعدلها كده، ده هيبقى الوش بتاعها. هبتدي ان انا اسرح بقى الخيوط دي كويس جدا عشان الشراشيب معايا تبقى شكلها حلو. فكل ما هتسرح طبعا كل ما هتديني نتيجه احسن، لان دي شايفه زي ده محلول فبيبقى ملفوف على بعضه كده. فاحنا كل ما هنسرحه هنفك اللفه بتاعته دي، وهيديني الشراشيب بشكل حلو. فهبتدي هسرحها بشكل كويس جدا كده. والفرشه دي حلوه جدا بتسرح حلو، انا جربت صراحه كذا حاجه وجربت مشاط، لقيت ان الفرشه دي انسب حاجه بتديني نتيجه حلوه. فاصبري معايا كده واحده واحده، فكيكي فيها كده هتلاقيها تتفك معاكي اهي، بتبتدي تتفك اهي. شايفه ازاي اهي، هتبتدي تديني النتيجه اللي انا عايزاها، جزء جزء كده سرحه كويس جدا. احاول ان انا اخلي الفرشه تتغلغل جوه الخيط كده عشان تفكوا معايا بسهوله. اهم حاجه ان انا امسك العقد وانا بسلك الخيوط دي من بعض عشان ما تتفكش مني، لازم اثبت عليها بايدي كويس كده. اهي يا بنات دلوقتي فككت الخيوط اهي. هبتدي بعد كده الخطوه اللي بعد كده ان انا هجيب مقص حامي معايا، وهبتدي اساوي الشراشيب دي. انا مش هقصرها قوي دلوقتي، انا كل فتره كده كل ما اعمل خطوه واسرحها احاول ان انا اساويها، فعشان كده انا عاملاها طويله شويه بحيث ان انا اتحكم في الطول لما اجي اساويها ما تقصرش مني قوي. اهي يا بنات بالشكل ده كده اهي بقت عندي بالشكل ده. هعمل واحده زيها بالظبط اهي، بقى عندي اتنين زي بعض بالظبط. كل اللي انا هعمله ان انا هجيب مسدس الشمع وهحاول الزق القطعتين دول قصاد بعض كده اهو يا بنات. هحاول على خفيف كده من اجناب هنا عشان الشمع ما يبانش معايا، وهحاول ان انا الزقهم كده قصاد بعض بالظبط. هتلزق على طول يعني مش هتعذبك في اللزق اهو. اضمها بس جامد كده عشان تلزق مع بعض. بعد كده هحاول بعد كده ان انا هساوي برضو تاني، بعد كده هحاول ان انا برضو اساوي تاني الشراشيب دي معايا.
هحاول بعد كده ان انا بقى هقصر الشراشيب دي، هحاول اسويها بحيث اركبها على السليبر. ودلوقتي بعد ما سويت الشراشيب يا بنات كده بالمقص، سويتهم كده وقصرتها بقى شكلها ظريف اهي. هاجي احطها على السليبر بقى، اشوفه كده هلاقي شكلها جميل زي ما انتي شايفه. هبتدي بعد كده هجيب الفتلتين الطوال دول هقصرهم شويه، مش هقصهم، الفتله اللي انا ربطت عليها قصدي دي اهي ديت، هبتدي ان انا الزقها، يعني ده الظهر اهو بتاعي، ده الوش ماشي، هلزقها على الظهر كده عشان بس ما تفكش مني. اهي نقطه شمع صغيره خالص كده، وبنبتدي نلزقها اهو بالشكل ده. قص الزياده اهي عشان تبقى ثابته معايا ما تفكش. الخطوه اللي بعد كده يا بنات وهي ازاي اثبت ليه طريقتين، في لزق اللي هو الصاروخ ده او الامير، بس انا حابه اخيط، يا اما تخيطيه بخيط اوف وايت لون الشغل، يا اما بخيط سلك زي ده شفاف مش هيبان. انا بفضل الخياطه لانها بتكون ثابته، ما تحاوليش ابدا ان انت تلزقيه بمسدس الشمع لان هيفك منك. فيا اما حاجه قويه يا اما بالخيط هيبقى افضل، هيبقى متثبت احسن يعني. هنبتدي نثبته مع بعض عشان يطلع مظبوط معايا. فانا بثبت من الجناب الاول، يعني هظبط الاجناب قد بعض بالظبط عشان ما يطلعش معوج معايا. اجي من تحت كده وادخل الابره، بيتخيط معايا بكل سهوله اهو، وابتدي اعديها ما بين الغرز كده تاني. بعديها من تحت كده وارجع اعديها تاني ما بين الغرز من تحت كده. ودلوقتي عندي هنا مجموعه من اللولي، اشكال مختلفه واحجام مختلفه، وممكن تحطي معاها اوف وايت، يعني اعملي يعني ايه حاجات عشوائيه كده، مش لازم يعني ستايل معين، اي خرز عندك ممكن برضو يمشي. هبتدي ان انا الزق خرزايه خرزايه كده باي شكل عشوائي، يعني مش بشكل منتظم، بيدي على فكره نتيجه احلى. وهنا عندي خرزه صغيره اوف وايت احطها جنبها، هحاول ايه ان انا اظبطها كده جنب بعض. هي بطريقه سريعه جدا بتلزق، بس احاول اخلي الفتحه بتاعه الخرزايه لتحت عشان ما تبانش معايا كده. شوفي الفتحه فين، خليها في الجناب كده. هخلص بقيه الاستراس ده ونرجع نشوف شكله النهائي. وده كان الشكل النهائي ليه يا بنات بعد ما ركبنا اللولي عليه. زي ما انتم شايفين بقى شكله جميل جدا، شكله اتغير خالص غير الاول. طريقه سهله جدا ومش بياخد وقت خالص. يا رب تكون سهله عليكم، يا رب تكون افدتكم. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله.